على أرض أمريكية مشجعو المغرب احتفلوا بفوز منتخبهم على كندا، وللمصادفة أن الفوز والاحتفال جاء بتاريخ 4 من يوليو، أي ذكرى تأسيس الأمريكية، والتي كانت المغرب أول دولة في العالم تعترف بأمريكا كدولة. لنعود بالزمن إلى عام 1776. أمريكا قد خرجت لتوها من حرب استقلال طاحنة خاضت فيها 13 مستعمرة تمردا ضد الحكومة البريطانية بقيادة جورج واشنطن. انتهت بإعلان الاستقلال عن بريطانيا في 4 من يوليو، وبالتالي نهاية سلطة الملك جورج الثالث رسميا على أمريكا. لكن لم تقدم أي دولة في العالم على الاعتراف بهذا الاستقلال، خاصة أن بريطانيا رفضت ما حدث وأرسلت جنودها لتستكمل القتال. وهنا قامت المغرب بخطوة لم يسبقها لها أحد، فقد فتحت موانئها وسمحت بدخول سفن تجارية تحمل الأعلام الأمريكية مثلها مثل أي دولة تربطها مع المغرب علاقات ومعاهدات. وهذا كان بمثابة أول اعتراف فعلي بأمريكا. وما زاد من أهمية الخطوة أنها لم تأتي كتتويجا لمفاوضات أو معاهدة دبلوماسية مثلا، بل كانت قرارا سياديا وجريئا من سلطان المغرب محمد الثالث بن عبد الله. وبعد عام اعترفت فرنسا بأمريكا، ولحقتها هولندا بعد 4 أعوام، وأخيرا بريطانيا في عام 1783 حين وقع البلدان على معاهدة باريس لتنتهي رسميا حرب دامت 8 أعوام حصدت أرواح 23,000 أمريكي. وبالعودة للمغرب، فقد توج التقارب بين البلدين بتوقيع معاهدة صداقة في عام 1786 تحولت إلى أقدم معاهدة مستمرة بتاريخ العلاقات الخارجية لواشنطن وأطول علاقة ثنائية، وشملت حماية السفن الأمريكية في البحر المتوسط وإعفائها من الجمارك، بل وضمنت لها حق اللجوء بحال الحرب أو الكوارث الطبيعية. ثم أهدتها هذا المبنى الراقي في طنجة ليكون مقرا للبعثة الأمريكية، وبالفعل أقام فيه الدبلوماسيون لمدة 140 عاما، ثم تحول إلى متحف، ويعد الموقع التاريخي الوطني الأمريكي الوحيد خارج أراضي الولايات المتحدة.